بنها والمنصوره وطنطا. طبعا انت فاكر ان المدن دي كده بس الحقيقه انها مدن زيها زي القاهره، مليانه فرص، بس الناس مركزه في الصوره النمطيه. فكرت ليه هم مش مهتمين قد كده؟ الحقيقه ان اللي مركزين على المدن الكبيره بيزاحموا الناس في الاستثمار، بس اللي بيبص على المحافظات ممكن يطلع بدهب. في الوقت اللي سعر المتر في القاهره وصل ل 40,000 جنيه، في محافظات كامله ممكن تشتري فيها ارض بسعر متر 5000 جنيه، يعني نفس المساحه تقريبا باقل من ربع الثمن. هتقول لي هكسب ايه؟ تكلفه الارض اقل، تكلفه البناء اقل، بس المنافسه اهدى، غير ان الطلب بيعلى كل يوم. خليني اقول لك ازاي. النهارده بقى المولات والكومباوندات والخدمات بتوصل للمحافظات اسرع من زمان، والمستثمر اللي بيدخل بدري هو اللي بيكسب اكتر. اماكن زي دمياط الجديده والمنصوره الجديده واسوان بقت جاذبه للسياحه الداخليه والخارجيه، والتاجير السياحي هناك بيجيب عائد بالدولار، وده غير الاستثمار الصناعي اللي بقى له مستقبل ضخم في المحافظات بسبب الطرق الجديده والمواني والدعم الحكومي للتصنيع المحلي. السؤال المهم هنا بقى، تستثمر فين؟ لو بتدور على عائد كبير ومش مستعد تدفع ارقام خياليه، المحافظات هي الفرصه اللي ممكن تكون فاتت على ناس كتير. وسؤالي هنا ليك، ايه اكتر محافظه شايف فيها فرص استثماريه قويه؟ ولو انت شخصيا معاك ميزانيه تختار المحافظه دي ولا القاهره؟ اكتب رايك في الكومنت، وابعت الفيديو لاي حد شايف ان الاستثمار ممكن يكون في العاصمه بس.